كتير مننا جرب يلتزم بحمية غذائية قاسية ويقلل أكله لأقصى درجة، وفي الآخر الميزان ثابت مكانه. شعور محبط جداً، صح؟ طيب إيه السبب العلمي ورا اللغز ده؟ خلينا نكتشف سوا. وهو ده السؤال اللي بيحير ناس كتير. إزاي الواحد ياكل قليل جداً وجسمه يرفض يحرق دهون؟ الموضوع فعلاً غريب ومخالف للمنطق، مش كده؟ يعني المفروض سعرات أقل، دهون أقل. لكن الحقيقة إن الكيمياء جوه أجسامنا ليها حسابات تانية خالص. طيب عشان نفهم القصة لازم ندخل جوه الخلية نفسها. عشان الدهون تتحرق لازم توصل لمكان معين، والمكان ده له بوابة. تخيلوها كده زي نقطة تفتيش. حارس البوابة ده اسمه ناقل الكارنيتين، مهمته واضحة ومحددة لكنها مصيرية. هو اللي بيقرر مين يدخل ومين لا. بيسمح للأحماض الدهنية بس إنها تدخل للميتوكوندريا، اللي هي خلونا نقول محطات توليد الطاقة في الخلية. ببساطة لو الحارس ده قفل البوابة مفيش أي دهون هتتحرق أبداً. والرحلة دي مش مجرد خطوة واحدة وخلاص، لا دي عملية معقدة جدا ومتنظمة. زي ما يكون الواحد بيعدي على 3 بوابات أمنية ورا بعض. بوابة خارجية، وبعدها ممر، وبعدين بوابة داخلية. كل خطوة محسوبة. طيب مين بقى اللي معاه مفتاح البوابة دي كلها؟ مين اللي بيفتح ويقفل؟ في جزء واحد هو المتحكم في كل حاجة، زي مفتاح النور كده، يا يفتح يا يقفل. اسمه مالونيل كو إيه، ولو فهمنا دوره هنفهم اللغز كله. المالونيل كو إيه ده ممكن نعتبره إشارة البناء. هو الطوب اللي الجسم بيستخدمه عشان يبني دهون جديدة. فلما مستواه يزيد في الخلية، دي رسالة واضحة جدا للجسم بتقول يلا نبدأ نبني ونخزن دهون. وهنا بقى النقطة الجوهرية، وهي منطقية جدا لو فكرنا فيها. الجسم ده آلة ذكية جدا وما بيحبش يضيع طاقة، فتخيلوا إنه يبني دهون ويحرقها في نفس اللحظة. ده إهدار كبير للطاقة. عشان كده الجسم عنده نظام يمنع اللخبطة دي. يعني القصة كلها عبارة عن إشارتين عكس بعض تماماً. لما إشارة بناء الدهون اللي هي المالونيل كو بتعلى، هي نفسها بتشتغل زي فرامل اليد، بتدوس على فرامل عملية حرق الدهون وتقفل البوابة بتاعتها. مستحيل الاتنين يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت، يا ده يا ده. تمام. دلوقتي بعد ما فهمنا العلم اللي ورا الموضوع، خلينا نرجع للمشكلة الأساسية بتاعتنا، الدايت. هنا بقى هتبدأ المفارقة الغريبة تظهر بوضوح. خلينا نتخيل سيناريو كلنا عشناه أو شفناه. فطار دايت تقليدي ممكن يكون شريحة توست أبيض عليها معلقة مربى. في الظاهر وجبة خفيفة وسعراتها قليلة، صح؟ بس تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل جوه الجسم بجد. أول حاجة بتحصل، الكربوهيدرات البسيطة دي من الخبز والسكر بتعمل صدمة للجسم، والنتيجة استجابة هرمونية عنيفة. مستوى هرمون الأنسولين بيضرب في السماء فجأة. والإنسولين العالي ده هو بالظبط الشرارة اللي بتشغل مصنع مفتاح تخزين الدهون بتاعنا. أيوة، المالونيل كو إيه. الجسم بيبدأ ينتجه بكميات كبيرة. وهنا الصورة اكتملت. الوجبة الخفيفة اللي المفروض تساعد على التخسيس دي رفعت الأنسولين. الأنسولين شغل إنتاج المالونيل كو إيه، والمالونيل كو إيه راح قافل بوابة حرق الدهون بقفل ومفتاح. يعني المحصلة النهائية إيه؟ بالرغم من إن السعرات قليلة، الجسم دخل في وضع ممنوع حرق الدهون. شايفين المفارقة؟ طيب إيه الحل؟ هل الموضوع ملوش مخرج؟ لا طبعاً، في بطل سري في القصة دي يقدر يكسر الحلقة دي ويغير المعادلة كلها. البطل ده هو البروتين. هو السلاح اللي هيفتح البوابة المقفولة دي. البروتين عنده 3 قدرات مهمة جداً هنا. أولاً، مش بيستفز الإنسولين زي الكربوهيدرات، فبيخلي مفتاح التخزين بتاعنا هادي وفي مكانه. ثانياً، بيدي للجسم طاقة بديلة عشان ما يضطرش يوقف حرق الدهون. وثالثاً، ودي نقطة مهمة جداً، بيحافظ على العضلات اللي هي أصلاً فرن حرق الدهون في الجسم. طيب خلينا نشوف الكلام ده بشكل عملي. هنقارن بين فطارين ونشوف الفرق بنفسنا. بصوا على الفرق الشاسع. في المسار الأول بتاع الخبز والمربى، الإنسولين بيعلى جداً، وبالتالي المالونيل كو إيه بيعلى والبوابة بتتقفل، يعني زرار حرق الدهون على وضع أوف. أما في المسار التاني بتاع البيض، الإنسولين معتدل، المالونيل كو إيه منخفض والبوابة بتفضل مفتوحة، يعني زرار حرق الدهون على وضع أون. شفتوا الفرق؟ يعني الخلاصة إيه؟
إن الموضوع مش بس في كمية الأكل والسعرات، الأهم هو نوع الأكل. الأكل هو اللي بيبعت الإشارة للجسم، يا إما خزن دهون يا إما احرق دهون. الإشارة الهرمونية دي هي اللي بتحدد كل حاجة، مش بس رقم السعرات. فممكن نتخيل الموضوع كله زي لوحة تحكم، فيه زراير بتوقف حرق الدهون زي المالونيل كو اي والإنسولين العالي، وفي زراير تانية بتشغل حرق الدهون زي انخفاض الإنسولين والصيام وطبعاً التمارين الرياضية. وفي الآخر السؤال المهم اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه بعد ما عرفنا كل ده، يا ترى في الوجبة الجاية أي زرار هيتم الضغط عليه؟ زرار التخزين ولا زرار الحرق؟ القرار بقى في إيدينا وبقى أوضح من الأول بكتير.